السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ بقى لنا مده كبيره جدا مش بننزل فيديوهات بوشي والجو ده. الاسباب كتير شخصيه، عزلت وبتاع، وواضح الديكور الجديد يعني. بس طبعا في استثناء، احنا نبقى قاعدين مريحين كده ينزل نولان 3 سنين مستنيه، فطبعا ينزل بالحاجه اللي انت ما ينفعش تسكت عنها. فطبعا جاي اتكلم النهارده عن تقييم فيلم اوديسي. في الاول مش هنحرق، بعد كده ممكن نتكلم على كام مشهد وكام حاجه فيها حرق كده. فكده كده خشوا هتستمتع مليون في الميه. دخلت انا والفحل يوسف عمرو اللي ورا الكاميرا، ابو جو. هنبدأ على طول كلام طبعًا، بس قبل ما نبدأ كلام لايك، شير، سبسكرايب، وأنا باين أظن عليَّ أنا تقييمي هيبقى للفيلم إيه. يالّا بينا نخش على طول. فيلم أوديسي، الفيلم اللي الناس مستنياه من وقت أوبنهايمر. ليه؟ عشان البراند يا جماعة، كريستوفر نولان. كريستوفر نولان بالنسبة لنا ما بقاش مخرج كويس أو أنت بتدوّر مين البطل اللي معاه أو إيه القصة، لا، لأ. كريستوفر نولان لو أعلن إنه هينزّل فيلم 2028 وفتح التذاكر دلوقتي، التذاكر هتخلص. هو بقى براند. وده طبعًا نتيجة لكل أعماله Interstellar، Inception، Dark Knight، أي حاجة وأي مزاج أنت بتحبه خُش هتلاقيه. فالراجل بقى الgodfather بتاع الشغلانة بتاعة الإخراج دي، وهو عارف كده وعارف قيمته يعني. أسباب كتير خلّته كده، أفلام عظيمة كتير عملها، قصص حتى أنت لمّا بتسمعها بتفرق معاك، زي إن هم بيستخدموا الCGI. Oppenheimer إنك تفجّر كذا ألف كيلو TNT، دي حاجة جامدة أوي، ما فيش أي graphic في الموضوع. فكده دماغه مهوية، وإحنا بنحب طبعًا الكلام ده. اتكلمنا كل ده بعيدًا عن فيلم أوديسي، نخش الأوديسي بقى. ملحمة الأوديسا. كده في ناس كتير عندها معلومات عنها، أنا مش هافتي، مش هاقول لك إن أنا قاري الإلياذة وقاري الأوديسا وداخل لا، لا، لأ. أنا اللي خلّاني أتابعها نولان، وده أصلًا حاجة جامدة أوي يا جماعة. تأثير نولان، فكرة إن أنت ما عندكش علم بحاجة أو موضوع أنت ما تعرفش عنه حاجة، بسبب إن نولان هيقدّم فيلم عنه، أنت عارف واثق في نولان، فأنت بدأت تبحث شوية وتقرا بسبب نولان، فزوّد معرفتك، فأنت فاهم السينما برضه وصّلتك لنقطة كويسة أوي يعني. الأوديسا، طبعًا أنا زي ما قُلت لكم ما كنتش أعرف عنها حاجة. بس قبل الفيلم أنا داخل مش عايز أخش جاهل يعني، فبصيت بصّة كده، يوتيوب برضه سمعت كام حاجة، معلوماتي عنها مش المعلومات التاريخية المضبوطة، لا، لأ. أنا يا دوبك حاجات بسيطة أوي. طبقًا ليها دخلت الفيلم. طبعًا إبهار، إبهار. تقييمي للفيلم أول حاجة كده مبدئيًا 9.5/10، ده مثلًا top 4 أفلام نولان. ممكن نبقى نقعد بقى نرغي في حلقة ساعة وساعتين ونُص نتكلم على إيه top 10 أفلام نولان، ممكن تقولوا لنا في الكومنتات برضه. بس نتكلم على الفيلم نفسه. أكتر حاجة عجبتني فيه طبعًا الكادرات يا جماعة، نولان، لمسة نولان. أنت أي مشهد لو أنت ما لكش في السينما ولا تعرف حاجة عن الإلياذة ولا الأوديسا ولا الكلام ده، وعدّيت بس من باب السينما وشُفت المشهد هتقعد. صور البحر، الإضاءة، فكرة إن طبعًا أنت لو دخلت تجربة IMAX الموضوع مختلف معاك أكتر من كده بكتير كمان، ده أنا كل ده داخله standard على فكرة، عشان التذاكر خلصت مش عشان الفلوس والله، وعشان الفلوس برضه بس مش ده السبب الأساسي يعني. بعيد عن قصة الفلوس والIMAX وكده، لو قدامك فرصة IMAX خُشه، أنت هتنبهر، حاجة نضيفة للعين، أنت بتغسل عينك من مشاهد نولان. مشاهد مثلًا السفينة وهي ماشية عادي جدًا لمّا بوسايدون قلب عليهم، كل الكلام ده أنت لو ما تعرفوش عادي ما فيش مشكلة، هتخش الفيلم هتفهم كل حاجة. في مميزات للفيلم ده عن أفلام نولان قبل كده. في ناس كتير كانت بتعترض على نولان إن بيلعب في الخط الزمني جامد أوي، يعني فيلم زي Interstellar ممكن يبقى معقّد شوية، فيلم زي Inception أنت ممكن تحتاج حد يشرحه لك. فيلم أوديسي ميزته هو ما فيهوش أي حاجة، أنت هتخش هتفهم الدنيا ماشية إزاي، كل مشهد بيسلّم مشهد، فالمشهد الأول مترتب عليه التاني، مترتب عليه التالت. الموضوع ما فيهوش لعبكة ولا محتاج إن حد يشرح لك الفيلم بعد ما تخلّصه، لا، لأ، القصة واضحة ونولان قدّمها بسلاسة، ودي ميزة جامدة أوي، مش واخدين عليها من نولان أصلًا، يعني هو مؤخرًا بدأ يتجه لها. في أوبنهايمر وفي أوديسي. في حاجة كمان عجبتني أوي في الموضوع ده، إن نولان مش بياخد الحاجة خبط لزق، يعني أنت ممكن في ناس أصلًا انتقدت الفيلم عشان بيقول لك هو مش زي أوديسي بالضبط، مش زي الرواية mythology بالملي. دي أنا شايف حاجة مش غلط تمامًا. ليه؟ أنت مش بتحكي حاجة تاريخية. والله وهاقول لك، ولو بتحكي حاجة تاريخية، أنت لو بتحكي حاجة تاريخية حصلت بجد، حرب بين دولتين، الحرب اللي كسبت لو عملت فيلم، هتعمل فيلم من وجهة نظر الكسبان هي، فأنت هتشوفها بشكل مختلف تمامًا عن الدولة اللي خسرت لو هي اللي عملت الفيلم. فأنت فاهم، أنت ما ينفعش تاخد أصلًا معلومة تاريخية من فيلم أيًا كانت. فدي النقطة، إن هو دلوقتي اللي هو قدّمها بوجهة نظره هو. أكتر حاجة جه عليها انتقاد مثلًا هيلين. طبعًا هيلين دي إحنا كنا نسمع عنها وشُفناها في تروي، اللي هو تروي الفيلم اللي قدّم ملحمة طروادة قبل الأوديسا، إن هي كانت أجمل امرأة في الكون والآلهة قدّمتها هدية لباريس والليلة دي كلّها، طبعًا معلوماتي طفيفة زي ما قُلت لكم. بس يعني overall النقطة إن هيلين دي أجمل امرأة في الكون، والمرأة اللي اتحرك لأجلها 1000 سفينة والقصة دي. طبعًا هو جايب هيلين، ما فيش أي عنصرية في اللي هاقوله ده، مش قصدي جدًا إن هي فكرة سودا أو كده. الجمال نسبي، ممكن واحدة ملامحها تبقى جميلة أوي وهي سودا، واحدة بيضا بملامحها
فاهمين الكلام ده، مش محتاجين يعني، مش عنصرية والله، بس هي القصة في حاجة واحدة، إن اليونان هم كلّهم بشرتهم بيضا، دي حاجة logic، فكون إن أنت تجيبها سودا، الناس ياما انتقدت القصة دي، أنا فاهمهم، اللي هي أنت بيفكّروا إن ده أجندات، نولان عشان يضمن الأوسكار فيجيب ممثلة سودا يطلّعها أجمل ممثلة عشان يضمن الأوسكار، والله ولو لعبها كده صايعة، بس هو الفكرة هيقدّمها لي إزاي؟ هيقدّمها لي خبط لزق؟ لأ وحشة. هل نولان هيقدّمها لك خبط لزق؟ نولان يا جماعة يعني حاجة زي دي ما تعدّيش عليه، لأ، نولان قدّمها لك بفكرة كويسة أوي، أوي. الحرب ما قامتش عشان هيلين، الحرب قامت عشان طموح أجامنون، أجامنون ده طبعًا اللي هو أخو منيلاوس، اللي هو منيلاوس جوز هيلين، هو بيوضّح لك إن القصة كلّها قامت عشان هو عايز يقطع التجارة عن طروادة، وعايز يسيطر على العالم كلّه يعني، طموح جامد أوي، بس عشان يخلّي الناس فيه عاطفة أو يخلّي الناس يالّا روحوا هاجموا معايا، لبّسوها القصة لهيلين. الكلام ده بيوضّح لك برضه فلسفة الحروب عمومًا، إن إحنا في الحرب لو أمريكا دخلت احتلت دولة أفريقية، هي مش هتقول لك أنا رايح أحتلها، هتقول لك أنا رايح أنشر فيها الحضارة. فأنت فاهم الفكرة؟ نولان بيرمي برضه رمية كويسة كده. هل اللي أنا باقوله ده كلّها تخيلاتي أو تطبيل لنولان؟ لأ، هو في مشهد واضح عمل فيه كده. طبعًا المشهد ده حرق يعني، بس كان مينيلاوس اللي هو فرانك كاسل أبويا، كان قاعد ماسك هيلين جاب وشّها كده لتوم هولاند قال له: "دي أجمل امرأة في العالم." فهو بيترول على الموضوع أصلًا. فاشتريت بصراحة الموضوع ده. فكده زي ما قُلنا أكتر حاجة مهمة وأكتر حاجة عجبتني مبدئيًا كده خالص لو أنا راجل ما ليش في أي حاجة، زي ما قُلت لكم كادرات من الأول. بعد كده اتنقلنا لنقطة القصة. إن القصة موجودة ملحمة الأوديسا الأوديسي والليلة دي كلّها، نولان حَط فيها لمسته هو، هل لمسته وحشة؟ إطلاقًا، أنت لو ما قريتش حاجة أو عندك معلومات بسيطة هتخش تتكيّف أوي، إلا بقى لو أنت فان أوي للأوديسي ويعني لهوميروس، يعني هوميروس نفسه ما كانش هيعترض فصباح الفل عدّي الدنيا يعني مش كده، لو أنت عايز الحاجة بالضبط، لأ هو مش بالضبط، هو حَط وجهة نظره، عجبتك ما عجبتكش ممكن تقول لنا في الcomments، إنّما أنا بالنسبة لي الموضوع ما فيش فيه أي مشكلة واتكيّفت. نيجي بقى لمميزات تانية مثلًا، الأداء التمثيلي، طبعًا مات ديمون أوسكار. الموضوع خلص، يعني ما أظنش إن في أي أداء هيخش ينافس معاه، أعظم دور في تاريخه، والراجل ده أنا بالنسبة لي هو underrated جدًا، يعني أنت عشان في ناس مثلًا كانت بتفكر إن نولان ده عامل زي بيب جوارديولا مع السيتي، اللي هو راجل هينزل في ميزانية كبيرة أوي هتدفع، الفيلم كده، كده هيطلع جامد، لا، لأ، هو كون إن مات ديمون هو البطل، مات ديمون ممثل أسطوري جدًا، عارف إن ليه جماهير كبيرة، أنا باحبه أوي، good will hunting top 3 برضه بالنسبة لي من الأفلام اللي شُفتها، بس في حاجة مش ليوناردو دي كابريو من الآخر يعني، فبرضه مش الممثل اللي أنت الفيلم بتاع مات ديمون كده، كده أوسكار، لا، لا، لأ، هي كده، كده أوسكار عشان نولان، فمات ديمون قدّم دور عمره بالنسبة لي بعد good will hunting ممكن 10 على 10 أداء ما فيهوش أي أداء ما فيهوش أي أفورة، سلس، أقنعك برضه أوي. أفضل المشاهد مشهد الحريات ده مثلًا master scene بالنسبة لي، فمات ديمون بالنسبة لي 10 على 10. الأداء اللي بعده على طول آن هاثاواي مراته، يعني بالاقيك برضه باعرفك اللي هي كانت بنت جدعة مراته يا عم منوبولي دي مش فاكر اسمها، مرات أوديسيوس اللي استنته. لا يا عم مرات أوديسيوس إيه يا جو آن هاثاواي أدائها عالمي، عالمي آآ ممكن تترشح أوسكار برضه أظن. بالنسبة للباقي، يعني الباقي هو ما ظهروش كتير، يعني برضه يعني مثلًا هيلين اللي اتقلب الدنيا عليها وبشرتها ومش بشرتها، هي ظهرت 3 دقايق، توم هولاند أنا بالنسبة لي الدور حلو عدّى يعني، بس مثلًا في ناس كتير وبدأت أقتنع برأيي ده زي جو نفسه، الواد تمثيله بارد شوية، تحسه متصنع يعني سيكا. بس برضه مشاهده مش اللي هو ما فيش حد يا جدعان اللي هو أنت شُفته إيه القرف ده، لا، لا، لأ، أنت أوسخ واحد لا مؤاخذة يعني في الفيلم، هيعدّي الدنيا معاك عادي صباح الفل. أو أنت الجو نفسه، أنت قصة جميلة أوي، نولان ما فيش CGI فأنت قاعد بتتفرج على الطبيعة، لأ يعني 10 على 10. يا جدعان في برضه حد جو فكّرني بيه بصراحة، روبرت باتسون اللي هو كان عامل باتمان، آخر باتمان. تمثيله جامد يا جماعة، جامد أوي، ليه؟ كرّهني في الشخصية، أنا قاعد قسمًا بالله الناس في السينما هتُّف عليه، شخصية مستفزة لأبعد حد، بس جامد، ده طبعًا دليل على نجاحه يعني. في برضه زندايا اللي ظهرت، أنا بصراحة عندي مشاكل مع زندايا شوية، مش في الفيلم ده، أنا حاسس إن هي يعني واخدة hype أكبر من زندايا، أنا حاسس إنها داخلة في كل حاجة جاية، وفي 3، 4 أفلام جايين هي نازلة فيهم. هل تستاهل الhype ده؟ مش ما أظنش يعني، بس برضه دورها فاهم، كانت طالعة دور أثينا، الموضوع كان على الهادي، كام مشهد برضه خفيف، صباح الفل يعني ما ضايقتنيش خالص. قصة الآلهة اليونانية يعني، هم ما اهتموش بيها يوضّحوها أوي، هم كان الفيلم ده يا جماعة يعني مسك أوديسيوس وضّح جانب مش هتشوفه في حتّة تانية غير مع نولان، إيه الجانب ده؟ الجانب الندم، أنت طبيعي أصلًا في قصة زي دي، ملحمة زي دي،
اوديسيوس ده صاحب ال1000 خدعة، اللي هو عمل حاجة ما فيش منها اتنين، طروادة. فكرة إن أنت تبقى القلعة مقفولة وبخدعة حصان طروادة تخش وتكسب الحرب وكده، دي حاجة لو بطل مصري عملها مثلًا إحنا نطلع نطبل له 20.000.000 سنة، اللي هي حاجة جامدة أوي. فالطبيعي في عقلك إن أكيد أوديسيوس ده كان من أسعد الناس في الدنيا. بس نولان عنده الحتّة السوداوية إن لأ، إن هو الراجل ده بعد ما فتح طروادة ودخل حرفيًا الأبواب اتفتحت ودخلوا، هو ندم إيه، شاف الكارثة اللي عملها، شاف الأطفال وهي بتتذبح، شاف الستات ودي كان مشهد واضح جدًا وفي ست معيّنة بتتذبح كده، فهو حس بالكارثة اللي عملها، اللي هو يا ريتني ما عملت كده، أنا إيه السبب في يعني الدمار اللي حصل في الليلة دي كلّها أنا السبب فيه، بسبب خدعتي، فهو ندم على كده. حتى كان في مشهد في الآخر فعلًا اتكلم عن الموضوع ده، إن هو كان بيقول لمراته إن من الحاجات اللي أنا ندمان عليها حاجة شبه دي، إن أنا شُفت اخترقت قانون زيوس زي ما بيقولوا، إيه قانون زيوس؟ الرحمة والعدل والكلام ده، هو حَس إن هو بيعمل حاجة هي غلط. فطبعًا الجانب ده جديد جدًا إن أنت تبيّنه في فيلم زي ده كمان، فشابوه نولان واتكيّفت أنا من النقطة دي بالذات، إن هو مش انتصار ويالّا نفرح وبتاع، لا، لأ، هو باين لك قد إيه إن الحرب زي ما بيبقى الكسبان حتى بيبقى خسران فيها، اللي هو بيحس لو قعد مع نفسه دقيقتين كده هيحس إن هو ناس كتير أوي راحت في رجليه ما لهاش ذنب ودي الحروب عمومًا على فكرة مش Odyssey بس، ودي يمكن صياعة Odyssey إن أنت لو خدت المنطق بتاعه والفلسفة بتاعة الفيلم طبّقتها في أي حرب في الدنيا حصلت، هتحصل، بتحصل، هتلاقي إن المفروض كلّه خسران. في مشهد برضه كان كيّفني بصراحة بتاع الفحل The Punisher هو قاعد مع تيليماكوس وبيقول له تيليماكوس ده اللي هو ابن أوديسيوس، وبيقول له بيشرح له بقى تفاصيل حصان طروادة، برضه قدّمه لنا بطريقة أول مرّة نشوفها، يعني فيلم تروي الموضوع برضه كان انتصار وحاجة جامدة أوي، هو قدّم لك الناس اللي ضحّت بقى في سبيل حصان طروادة ده، يعني كانت في ناس جوّه الحصان ماتت واتدفنت وهُم كانوا مضطرين يستحملوا، فأنت فاهم ووراك المعاناة، المعاناة دي ما حدش هيوريها لك حرفيًا، هو أنت أصلًا وفي تخيلاتك قصة طروادة أنت بتنبهر بس بالذكاء الخدعة وبذكاء أوديسيوس، هو أول مرّة يبيّن لك الجوانب المظلمة للموضوع ده. فطبعًا ده كان مشهد من المشاهد اللي كيّفتني جدًا. أكتر مشهد بالنسبة لي أنا كيّفني ده كل معظم الحلقة حرق يا جدعان، أنا بانوّه يعني ما تقلقوش، بس مشهد الحوريات ده، أنا المشهد ده master scene من كل حاجة، وده اللي هيحسم أظن الأوسكار لMatt Damon، طريقة وصفه للحوريات وفكرة أصلًا إن هُم يعني أنا كنت مفكّر إن هاسمع صوتهم بيغنوا حاجة بتاع، دي طبعًا صياعة جدًا إن هو قفل الصوت ودخل بالموسيقى، اللي إحنا كده من أقوى المزايا في الفيلم ده الموسيقى بتاعته، أنت هتطلع من الفيلم ممكن عايش في الموسيقى دي أسبوع مثلًا بتتردد في ودنك. ليه ما حطّش مثلًا ليه ما سمّعكش صوت الحوريات دي أو كده؟ عشان ببساطة هي تجربتك أنت، أنت في المشهد ده اتحطيت مكان مات ديمون، الكلام اللي كان بيقوله إن أنت هتشوف كل ما تمنيته واللي هتتمناه والوعود اللي ما عرفتش توفي بيها وكده، أنت في لحظة كده وأنت قاعد في الفيلم مع الmusic دي هتشوف الكلام ده على حياتك أنت، تشوف إزاي كلام الحوريات ده أثّر فيك أنت شخصيًا، فطبعًا مشهد master scene في الفيلم ده. من ضمن مشاهد الندم برضه اللي بتأكد لك فكرة نولان أو توجه نولان ده تحديدًا، مشهد لمّا راح على أرض الموتى وصحّاهم تاني عشان يعرف إزاي هيرجع لوطنه والقصة دي، شاف بقى جنوده اللي ماتوا، فطبعًا وهُم بيحمّلوه المسؤولية، مسؤولية الحرب دي كلّها وكده، فطبعًا ده مشهد حسّسه هو بالندم وإن هو لازم هيكرّمهم، اللي هو هيتجه للغرب في آخر الفيلم المفروض عشان يكرّمهم. عمومًا إحنا هنتكلّم عن النهاية برضه. في ناس شايفة النهاية over بمعنى إن أنت دخلت رجعت متخفي تمام، كل ده عادي، فجأة رُحت ساحب القوس وضارب السهم الأورا مليون زي الفل، بس قصة إن أنت تقوم ماسك الناس اللي جوّه المكان ده تهربدهم بالمنظر ده يعني كان لفظ محترم، تدغدغهم كلّهم إن الموضوع over. أنا بالنسبة لي يا جماعة صباح الفل ده أحمد العوضي بيضرب ضعفهم، حبيبي أحمد العوضي ما نسيبوش يعني جون ويك بيضرب 20 ضعف الناس دي، حُط في بالك أنت مش بتتفرّج برضه على حاجة تاريخية، هو مش بيقول لك أوديسيوس ده كان قائد هو كلّها mythology يعني حاجة ما كانتش حقيقية، فطالما حاجة مش حقيقية يعني ده يعني أنت مسكت في النقطة دي وسايب إن في حوريات وإن في عملاق، هي القصة كلّها mythology كأنك فانتازيا. فإن هو يقتل 20، 30 راجل صباح الفل منطقية في الأحداث دي، فاهم قصدي؟ زي برضه فكرة إن هو الوحيد اللي يشد القوس، معقول يعني ما فيش حد في الممالك كلها قادر يشد القوس خالص مش قادرين يرفعوه؟ ممكن تحسّها مش منطقية، بس تاني إحنا مش هينفع نتكلّم بالمنطق، هي الmythology كلها ما فيهاش منطق، هي دي الفكرة، مش هتمسك لي في دي، يعني حرفيًا أنت بتتكلّم على أحمد العوضي يعني لو أنت عايز منطقية، جون ويك مثلًا، punisher شخصيًا.
فيعني صباح الفل دي مش أنا مش شايف فيها مشكلة بصراحة وكيّفتني عادي جدًا يعني، وكنت ما هو بيعجنهم كنت قاعد متكيّف والناس في السينما بتسقّف وتصفّر ودلع يعني فقشطة. آخر مشهد بقى ده اللي قلقني الصراحة لمّا طلع رمى في حضن مراته قُلت بس ده بيموت، بس غفّلني تغفيلة جامدة وقال لأ أنا المنفى مش الموت، يعني حبيبي يا عم والله أنا فرحت إنه مش هيموت. بعد كده بقى راحوا رايحين المفروض إن هُم هيكرّموا جنوده اللي ماتوا وكده، وتيليماكوس بقى هو ولي العهد بتاع المدينة كلّها بتاع إيساكا. أنا مش أنا حاسس برضه تيليماكوس ده بصراحة هلهولة شوية، يعني هو ما يجيش ولي عهد وكان اتمسك بيتعجن في النُص ما مش عارف مش جاي منّي ده ابن أوديسيوس، بس يعني مش دي برضه دي تفاصيل بسيطة جدًا، الفيلم 10 على 10 كمان، أنا عمّال أهري من كتر ما أنا مبسوط، أنا مش مجهّز script عشان بس أنا ولا مجهّز script ولا مجهّز أتكلّم عن إيه، ولا مجهّز الديكور ولا مجهّز استوديو، أنا لسه معزّل، فالفيلم من كتر ما ضرب في نافوخي قُلت بس أنا هاصوّر وأتكلّم عنه، أكيد باين إن أنا مبسوط حتى لو كان مش مترتّب، أنا آسف يا جماعة يعني. مستني رأيكم أنتم، أنا الفيلم بالنسبة لي أسطوري، تاريخي، نولان 10 على 10. توجُّه نولان بالإحساس بالذنب ده بيرجّعنا إحنا للطبيعة البشرية بتاعتنا كده، الواحد حاجات كتير بيندم عليها والله للأسف يعني، فكنت عارف إني هادخّلكم بشكل حلو كده يا جماعة، السلام عليكم. loses someone here كرم الإستوديو الجديد يا جدعان، شاي وهريسة ودلع، دلع.